يا سلام يا ناس على الحظ لما بيضرب. تعالوا اسمعوا حكاية رامبو الكلب البلدي المصري اللي حياته اتقلبت 180 درجة وبقى نجم سينمائي من العيار التقيل. رامبو ده مش أي كلب، ده كلب محظوظ بجد من اللي بتشوفهم في الأفلام. بس تخيلوا إن رامبو دلوقتي في إيطاليا، بجد مسافر يحضر مهرجان فينيسيا السينمائي. ومش بس كده، ده كمان هيمشي على السجادة الحمراء زي النجوم الكبار. طب ازاي الحكاية دي حصلت؟ خليكم معايا في الفيديو ده. بص يا سيدي، الموضوع بدأ لما المخرج خالد منصور قرر يعمل فيلم اسمه البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو. وطبعا زي ما انتم فاهمين، رامبو هو بطل الفيلم الرئيسي. الفيلم ده بيحكي عن قصة شاب اسمه حسن عنده حوالي 30 سنة بيمر بأزمة في حياته، وفي وسط المشاكل دي كلبه الوفي رامبو بيتورط في حادثة كبيرة من غير ذنب، وفجأة كده لقى نفسه مطارد من كل الناس في الحي. المفاجأة بقى ان الفيلم ده تم اختياره عشان يمثل مصر في مهرجان فينيسيا السينمائي، اللي هو من أهم وأقدم المهرجانات في العالم. وعشان كده رامبو سافر على ايطاليا مع باقي فريق العمل عشان يحضر العرض الاول للفيلم. ومش اي حضور يا جماعه، ده الكلب بيتم تجهيزه دلوقتي على اعلى مستوى. تخيلوا ان مصممين الازياء في ايطاليا بياخدوا له المقاسات عشان يفصلوا له بدله مخصوص يظهر بيها على السجاده الحمراء، يعني هيبقى شيك زي النجوم الكبار. والمفروض ان رامبو هيظهر يوم الاربعاء 4 سبتمبر على نفس السجاده اللي مشيت عليها نجمات زي مونيكا بيلوتشي وانجلينا جولي وكيت بلانشت. تخيلوا الموقف ده كده، كلب بلدي من شوارع مصر واقف جنب اشهر نجوم العالم. دي حاجه تخليك تقول بجد ان الدنيا دي مليانه مفاجآت. طبعا رامبو مش هيكون لوحده، ده هيكون معاه كل ابطال الفيلم زي عصام عمر وركين سعد واحمد بهاء وسام ابراهيم، وكمان المخرج خالد منصور والمنتجين رشا حسني ومحمد حفظي. بس اكيد كل الانظار هتكون على رامبو النجم الجديد اللي طالع من الشارع للعالميه بسرعه الصاروخ. الحقيقه ان الموضوع ده ما كانش سهل ابدا، لان التعامل مع الكلاب في التصوير بيكون صعب جدا. المنتجه رشا حسني قالت انهم عملوا اختبارات كتير عشان يلاقوا الكلاب المناسبه، واستعانوا بمدربين محترفين واكاديميه متخصصه عشان يدربوا الكلاب دي. وكمان طلع ان في الفيلم مش كلب واحد بس، دول 2 كلاب بيشاركوا في البطوله. فكروا كده في رحله رامبو من كلب عادي في شوارع مصر لنجم سينمائي في اكبر مهرجان في العالم. الحكايه دي بتفكرنا ان الحياه ممكن تتغير في اي لحظه، وان الحلم ممكن يتحقق حتى لو كان شكله مستحيل. مين عارف، يمكن رامبو يرجع لنا من ايطاليا ومعاه جايزه كمان. دلوقتي ما نقدرش نقول غير مبروك يا رامبو يا كلبي يا محظوظ، ومستنيينك ترجع من فينيسيا تنور مصر تاني. ومين عارف، يمكن الحكايه دي تخلي الناس تبص للكلاب البلدي بنظره مختلفه.